السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. واللي من الخلال ديالو غنديرو واحد التحليل شامل للصفقة ديال الدولار الكندي والين الياباني. كما كتلاحظوا عندنا 5 مناطق أو 5 4 أسعار اللي الشرط ديالنا أولا الصفقة ديالنا ما بقاتش وصلت ليهم منذ تقريبا ما يزيد عن شهر، يعني أقل صفقة تقريبا شهر معمر يعني الصفقة عمرها وصلت لداك السعر. إذا ما هو السعر الأول اللي كنهضروا عليه هنا واللي هو من 11 جويلية اللي هو هذا اللي هو 118.95. السعر الثاني من 16 جويلية 16 شهر 7 115.75. السعر الثالث هو اللي كان في 30 شهر 7 من 111.78. واخر سعر اللي وصلت ليه قبل ما تدخل لواحد ريزيستونس زون اولا منطقه المقاومه، اللي علاش انا سميتها منطقه المقاومه لانها ما دارت حتى شي محاوله لا للصعود لا للطلوع، دخلت ليها وهي باقيه فيها. واخر سعر اللي كانت وصلت ليه قبل ما تدخل لهذه المنطقه هو 5 اغسطس، يعني تقريبا شهر كما قلنا. اذا هاد المناطق هادو كما كنلاحظوا شنو هو، يعني شنو اللي غنقولوا هاد الصفقه هذه حنا حاليا كنقولوا في واحد المحاوله ديال التصحيح، ومحاوله تصحيح كبيره. حتى الا جينا يعني درنا ديال الشهر كما كتلاحظوا راه محاوله ديال التصحيح، يعني ما خدات حتى شي، يعني شهرين هذه ما خدات حتى شي افكت كبير باش انها دير شي حاجه. بزاف ديال المحللين ما بقاوش يقربوا لهاد الصفقه هذه نظرا ماشي للخطوره ديالها، ولكن ما يمكنش لك توقع اتجاه ديال السعر من هنا للقدام. حنا اش غنقولوا؟ اذا اول حاجه كما كنلاحظوا عندنا كيف ما قلت لكم ونعاود نقولها، هي عندنا 4 مناطق السعر. عندنا المنطقه الاولى، وعندنا المنطقه الثانيه، وعندنا المنطقه الثالثه اللي هي هذه، وعندنا المنطقه الرابعه هي هذه. اذا السعر غيكون عنده واحد الاتجاه. الاتجاه الاول هو انه خصو هنايا دار واحد التصحيح، يعني ها هو هبط من هنايا لهنايا ودار واحد المحاوله ديال التصحيح. دابا حاليا عنده جوج حوايج: يا اما باغي يكمل في السعر ديالو من ناحيه الهبوط ويوصل لهاد البلاصه هذه، او لا انه دابا محاوله تصحيح وغيدير واحد البريك اب باش انه يهرس هاد البلاصه هذه ويطلع لينا للفوق. اذا كنا كما قلنا راه هبط ودرنا محاوله تصحيح. محاوله التصحيح كاينه هنا، محاوله ديال التصحيح كما قلت لكم باش نعاود نقاد لكم داكشي. ها هو هبط حتى لهنا، هو هبط حتى لهنا، ها هو طلع باش يصحح هاد البرايس هذا اللي هو 108 85 كيحاول يصحح فيه. دابا حاليا حنا عندنا جوج ديال الاتجاهات: اما انه غيدير واحد البريك من التحت وانه السعر غيهبط يرجع فين كان في 5 اغسطس، او لا انه غيدير بريك ويطلع فوق. ديك الساعه غيكون عنده احتمال يقدر يكمل السعر ديالو في الهبوط، او لانه صافي يطلع باش يرجع يوصل للقمه ديالو فين كان منين دا اول نزول ديالو. والاحتماليه ديال انه اما انه يطلع او انه يهبط هادشي غيبان من هنا لقدام ومع توالي الاخبار، لان الياباني خصنا نشوف الاخبار ديالو بزاف الوقت. هادشي علاش خصك تدخل عندنا لا كوميونيتي، لان كنحطوا تحديث، يعني تحديث دائما كنحاولوا نحطوا. اذا كما قلت لكم، اذا شنو عندنا حنا؟ بغيت نخلي ننظف هادشي شويه. اذا حنا حاليا عندنا جوج ديال، اما غادي يوصل لهنا او لانه غيوصل له. اذا اول حاجه عندنا غيديرها هي الى خرج من هنا يقدر يوصل حتى لهنا، يعاود يهود حتى لهنا ويدير واحد المحاوله تصحيح ويعاود يهود هنا. هذه اول وحده. ثاني احتمال اللي يمكن لنا ناخذ عليه اللي هو انه يطلع يهود يعني حتى لهنا ويدير المحاوله التصحيح ويعاود يهود يفوت هذا السعر هذا. الى جينا يعني الثالث، يعني النظريه الثالثه اللي يمكن يكون فيها انه خاصو يرجع يكمل السعر، يعني غيطلع كما قلنا غيدير واحد المحاوله ديال التصحيح وغيرجع يطلع لهذا السعر هذا. من وراها يقدر يعاود يدير واحد المحاوله تصحيح
ويرجع يطلع لهذا السعر هذا باش يقدر انه يوصل للسعر اللي كان فيه اللي بدا منه اول هوب. هادشي شنو اللي غايبين منه؟ اننا خاصنا نمشيو يعني الاخبار ونشوفوا ان الين الياباني كاين مع 4 الشهر، يعني اليوم تقريبا مع 3 خبر يعني ضعيف التاثير. خاصنا نشوفوا الخبر ديال الياباني فين كاين عاوتاني هو، وهنا هذا هو الخبر اللي كاين غدا واللي على الاساس ديالو غنبنيو ديالو. تسناو التحليل ديال هذا الخبر لا في الكوميونيتي ديالنا في التليجرام، لا في الديسكورد، لا هنايا على اليوتيوب او الفيسبوك الا ما كنتي كتشاهدني. اذا ما عليك الا انك تتابعني، وإلا بغيتي تدخل راه الكوميونيتي ديالنا ما عليك الا انك تدخل. الرابط غتلقاه في اول كومونتير fx نبيل دوت blogspot.com، وهذا هو الموقع ديالنا. الى تجي غتجي البلان وغتلقى الفري بلان غتجوني فيها، ما عليك الا انك تجوني في البلان. وإلا بغيتي تستافد من كاع المزايا يمكن لك تدخل الخطه المميزه والخطه المدفوعه ديالنا باش انك تستافد من بزاف الحوايج. يمكن لك الا كان عندك اي تساؤل انك تجي وتطرح التساؤل ديالك على السيبور ديالنا. السيبور ديالنا مستعد انه يجاوبك على اي حاجه بغيتي. اذا هذا ما كان هذا الاخر ديال الفيديو ديالنا، هذا كان واحد التحليل صغير لهذه الصفقه هذه اللي حنا قلنا على انها عندها تقريبا واحد يعني واحد 4 ولا 3 ديال النظريات اللي يمكن نديرهم. هادشي كامل خصنا نتسناو الخبر اللي غادي يخرج واللي على الاساس ديالو غادي نعرفوا. يمكن الخبر يكون يعني ولو انه يعني عنده واحد التاثير متوسط، لان الخبر ما يدير والو ويبقى فقط هذا الشيء داخل الريزيستانس زون او داخل منطقه المقاومه ديالو اللي ما خرجش منها تقريبا كما قلت لكم هذه شهر نهار 5 اغسطس تخليها ما خرجش منها، يعني تقريبا 28 يوم راه ما خرجش منها. هذا غيكون الاخر ديال الفيديو. نتمنى انه ما نكون ما طولتش عليكم، وحاول انني نشرح لكم الماكس ديال المعلومات هنايا. مالك الا انك تابعني راه في كوميونيتي كما قلت لك باش تستافد من جميع المزايا. الكوميونيتي راه فابور ما تخلص والو ما دير والو، ولكن الا تدخل جويني وغادي تربح يعني صفقات معنا ان شاء الله، وغادي ان شاء الله تغير حياتك 180 درجه بفضل التداول. كنتمنى ان الفيديو نال عجبكم. الا ما فهمتوش شي حاجه ما عليكم الا تراسلوا السيبور او تقولوا لي في الكومنتات وانا مستعد باش نجاوبكم.